السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد وسريع، يعني وقته صغير جدا. ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض تفريز الملوخية، تخزنيها لشهر رمضان بقى ان شاء الله باذن الله. وكمان هنجربها وهنطبخها مع بعض وهنشوف قد ايه لونها وقوامها ما شاء الله اللهم بارك حلو جدا. بس اول حاجه كده عايز اسلم عليكم كلكم، وحشتوني وبحبكم في الله، يا رب جميعا دايما تكونوا بخير. عشان وقت الفيديو صغير جدا فهنبتدي على طول. اول حاجه جبنا الملوخيه، تكون ملوخيه نوعها يكون كويس، ما فيهاش اي حاجه مخرمه، ما فيهاش اي حاجه مش حلوه. وهنبتدي ان احنا نقرطفها كويس جدا، وبعد كده نغسلها في ميه، نغمرها في ميه ونغسلها كذا مره. وبعد كده على ملايه بقى نضيفه على الترابيزه كده عندك، وابتدي ان انتي نشفيها كويس جدا. شغلي عليها المروحه بقى، سيبيها تتهوى براحتها، المهم تكون ناشفه معاكي تماما زي ما انتي شايفه. بعد كده جبت اكياس التلاجة وبدات ان انا افرزها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هحطها في الكيس ورق زي ما هي. طبعا الكميه اللي معايا، كان معايا كميه كبيره قوي من الملوخيه، بس الورق اللي معايا ده 2 كيلو بالظبط، 2 كيلو ملوخيه ورق صافي. فبدات ان انا اكيس على حسب الكميه اللي انا عايزاها في كل كيس. انا حوالي حطيت في كل كيس 200 جرام من الملوخيه ورق صافي بس. حلو قوي، كميه مناسبه تعمل طبقين 3 حلوين جدا. الكميه اللي معايا عملت حوالي 10 اكياس من الملوخيه، لان انا زي ما قلت لكم دول حوالي كانوا 2 كيلو. كل كيس فيه 200 جرام، فالكيلو قسمته على 5 اكياس، يبقى ال2 كيلو على 10 اكياس. حلوين جدا جدا جدا. هنجرب منه كيس مع بعض. بس مهم قوي بعد ما تحطيه في الكيس لازم تخرجي الهواء زي ما انا بعمل كده، يعني تضغطي كده على الكيس وتخرجي منه كل الهواء اللي موجود في الكيس، عشان تحافظي على الملوخيه بتاعتك ان هي تفضل خضره كده، وكمان عشان ما تاخدش معاكي وقت كتير قوي في الفريزر، ما تاخدش معاكي مساحه كتيره في الفريزر. بدات ان انا اقفله بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، اضغط عليه كده ضغطه قويه شويه، اخرج منه الهواء، وبعد كده ببتدي على طول ان انا اقفل عليه. الطريقه دي حلوه وجربتها كذا مره، جربتها السنه اللي فاتت واللي قبلها، وبصراحه السنه دي قلت هي دي الطريقه اللي انا هفرز بيها الملوخيه، لانها بتبقى خارجه من الفريزر ولما بتيجي تعمليها بتبقى زي الطازه بالظبط. فقررت ان انا هشارك معاكم الفيديو ده عشان اللي حابب يفرز الملوخيه وهي موجوده دلوقتي تقدري تفرزيها لشهر رمضان وتفرزيها طول الشتاء، تكون موجوده عندك احلى بكتير طبعا من الاكياس الجاهزه اللي ممكن تجيبيها من اي سوبر ماركت، وكمان احلى من الملوخيه الناشفه. الخضره برضو حلوه، يعني الملوخيه الخضره بتبقى جميله، والناشفه برضو حلوه، بس الخضره بتبقى اطعم واحلى. بعد ما كيست الكميه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين هدخلها الفريزر، وبعد يومين او 3 ايام كده هبتدي ان انا اخرج كيس كده من الفريزر عشان اجرب بس معاكم وهي بتطبخ ولونها وكل حاجه. اخدت نص الكيس، ما اخدتش الكيس كله، اخدت نصه بس. ولازم تكون معاكي الملوخيه مجمده زي ما انت شايفه. بعد كده ضفت عليها نص كوبايه من الشوربه، وبدات ان انا اخفقها كده بالهاند بلندر كويس. لو ما فيش هاند بلندر طبعا في الخلاط او في الكبه او في المطحنه حتى بتاعه الفلفل والكمون، على اي حاجه موجوده عندك ومتاحه اشتغلي فيها. فرمتهم كويس قوي بالهاند بلندر، وكان معايا الشوربه على النار بتغلي. بدأت الأول طاسة كده صغنونة على النار، حطيت فيها معلقة سمنة بلدي ومعلقة توم مفروم. أول ما التوم أخد لون معايا بدأت إن أنا أنزل بمعلقة من الكزبرة. وبعد كده أول ما الشوربة بدأت تغلي معايا بدأت أنزل بالملوخية بتاعتي زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط، وبالمضرب بقى أو بالمعلقة، وبدأت إن أنا أقلبها تقليب سريع كده. تمام. طبعا لو مش حابه الرغاوي اللي بتبقى على الوش دي فما تضربيش بالمضرب كتير، ضرب المضرب كتير هو اللي بيعمل الرغاوي كده. تمام، بس مش هتأثر معانا في اي حاجه. بعد ما ضفت الملوخيه على الشوربه وقلبتها كويس، وطبعا بتبقي ظابطه بقى الشوربه بتاعتك، ملح كمون فلفل فصين توم، ممكن طماطميه مبشوره اللي انت تحبيه. بعد كده طشيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه، بس لونها ما شاء الله اللهم بارك، وطعمها جميل ما شاء الله. جربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم، سهله وسريعه ومش هتاخد معاكم وقت. اشوفكم دايما على خير في فيديوهات جديده، ومع الف سلامه.